لقد أحبطت البحرية المغربية بنجاح محاولة اختطاف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا بالقرب من مدينة طنطان في المحيط الأطلسي. كانت السفينة تحمل بضائع ثمينة، وكانت في طريقها إلى ميناء هام عندما تعرضت للهجوم. هذا الهجوم كان يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة، ولكن البحرية الملكية كانت على أهبة الاستعداد. ولكن بفضل الاستجابة السريعة لوحدتين من البحرية الملكية، تم إحباط هذه المحاولة بسرعة وكفاءة. تحركت الوحدات البحرية بسرعة البرق، مستخدمة أحدث التقنيات والمعدات لضمان سلامة الطاقم والبضائع. كانت هذه العملية مثالاً على التنسيق الفعال والاحترافية العالية. تم تحرير الطاقم دون وقوع أي حوادث. كان هذا بفضل التدريب المكثف والاحترافية العالية التي يتمتع بها أفراد البحرية الملكية المغربية.